يا رجاله ماتش نار على اعصابي. مش قادر. توقعاتك كام يا مان؟ 1-0 يا رب. يعني 2-1. بس احنا داخلين خايفين قوي كده ليه؟ هنكسب في ال 90 فرق جول. احنا داخلين خايفين قوي كده ليه؟ عشان لسه في جاي العادي. لازم نسافر. على قفل الميل يعني. يا رب. نيجيريا. انيل من 6 اللي سيدي. لو هنخسر لهم ماتش كنت بقول بصراحه مش صح. الماتش. الماتش ده ما تخسروش. الماتش ده ما ينفعش. كل ما كيس الماتش اخسر ده النهائي. ايوه وانا اخسر النهائي او اخسر الكونفوار ده لا. ده لا. ده يبقى انت في عقده خلاص. لا الماتش عمل لها عقده مشاكل كده ان انت عندك شخص رسمي. ويجو فين؟ اهو اهو الباباز جون قبل الشوط الاول ان شاء الله باذن الله. يا ابني ما تجري يا بابا. هو ما جريش لعيبها ليه؟ هو ايه الهبل ده؟ ايه ده؟ هو ما جريش مصاري صلاح. ايه ده؟ انا شايفه صح. الكوره بقى عملت بلدو لسه كانت تتجاب والله. خلاص يا حكم خلاص يا حكم مش ملهاش لازمه تتلعب دي. ملهاش لازمه تتلعب دي. ايه ده؟ بس خلاص بس خلاص خلاص عشان خاطر ربنا خلاص. صفر ملهاش لازمه تتلعب. انت ممكن تصفر عادي الوقت خلص. انت يعني ايه انت ما بتصفرش ليه؟ ما مليون كورنر بيتحسب وبيتلغي. وهي اصلا مش اوفسايد. لا صفر بقى دول بيستعملوا. لا صفر. لا انت لو واخد صفر. جدع يا حسن. ايه اللي هيتم؟ مش مطمن. التشكيله مش راكبه. التشكيله مش راكبه. لازم يعمل لهم مفاجاه. التشكيله دي عاوزه امام سوري. التشكيله دي عاوزه مصطفى محمد. الماتش ده عايز مصطفى محمد. مكان مين انا مش عارف. الشوط الثاني يا جدعان شفتوا الشوط الثاني؟ مين باك الشمال؟ مين يعني ايه تريزيجيه باك شمال؟ ليه فتوح يخرج؟ بص احنا مش عايزين اكيد اتصاب يا اسطى. الشكل في الملعب. اكيد اتصاب. ولا خايف من الانذار. ليه خايف من الانذار ليه؟ اكيد اتصاب. راجل اتصاب. تشجيع اليمين اهو. هاني؟ لا تشجيع الشمال صح. لا يمين. تشجيع الشمال اهو. وهاني على اليمين. تريزيجيه باك شمال مكان فتوح؟ ايه العبط ده؟ مش فاهم حاجه. واكيد يا جدعان هو مش بيعبط يعني. هو تريزيجيه باك لا شمال. تريزيجيه. بس تريزيجيه مش عايزه يسكت. احنا بقينا 4 ورا ولا ايه الكلام؟ لا راجع اهو. هو زي ما احنا تريزيجيه راجع اهو. هي هو تريزيجيه مكان فتوح. تاني اتصاب بس. معرفش اتصاب ولا ايه ليه ما كانش باين عليه حاجه يعني. برضه هو كان خايف قوي كده ليه من ناحيه الشمال ما جاش علينا غير هجمات خطره يعني. مش فاهم وخايف فتنزل تريزيجيه؟ ده يتقدم اصلا تريزيجيه كارثه في الدفاع يعني. مش مركزه خالص. على نداي؟ بجد على نداي؟ هو الفكره ان هو مش هيبقى عنده حساسيه المكان. بس انا مش فاهم يعني انا مش فاهم بس يعني مش فاهم. يا رب ضربات جزاء بقى. وكل واحد عمال يعمل كده والتاني يعمل كده في ايه؟ انا بالمنظر ده يا رب ضربات جزاء بجد. عره قوي وحش قوي. ايه ده؟ كل حاجه غلط كل حاجه غلط. اي كلام لعبه في اي كلام. انا باخد اي كوره يا جدعان. ولا انا اي متداس علينا بالجزمه. متداس علينا بالجزمه. عدت ايه مفيش واحد واقف على رجله. بس ده رجل ايه هو ده المنتخب اللي هياخد حقه. ما تديلهمش الكوره. ازاي؟ يا لهوي. ازاي ما اديلهمش الكوره ازاي؟ يا امام وخد فاول ومشي الدنيا. نمسك الكوره 3 4 دقايق. 3 4 دقايق ايه 3 4 دقايق؟ نمسك الكوره 3 ايه اللي هو 3 4 دقايق ده؟ حد يقرب منه يا جدعان. مش بنتدفى. كفايه يا ام الكوره دي. ليه؟ اللعيبه مهزوزه ومحدش واقف على رجله وكلنا مرعوبين وكلنا خايفين والشناوي ما كلمش حسام ياسر بيقول له انت ما كلمتوش. عشان هو خايف بس هو خايف يمسكها اصلا. هيطوح طبعا عشان عندنا قدام ابراهيموفيتش ولويس سواريز وهاري كين بياخدوا الكوره دي كلها.
مش صلاح ومرموش. مفيش ووتر بريك. قصدي يعني لازم يفوقوا. مفيش ووتر بريك. انا لسه بنروح. احنا بدأنا كده يا اسطى. ابو الراحه. بدأنا كده. احنا بنغرق. انا غريب. عايز اشرب ميه. العب بقى. يا اجري قول بقى قول بقى. فلت خلاص. الله امسك امسك. شفتها روبرتو كارلوس. حسيته هيسيبها. انا قلت ايوه احنا في واحد وقع مننا. احنا حصل؟ بندافع بال11 وكل السكند بول وكل الباصات وكل حاجه بيعملوها براحتهم. فده ايه يعني؟ لا ده مقنع للمنتخب المصري عامل سنه. اقفل. طلع جول يا باشا. ايه قال لهم لا برضه. لا 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 فاضي. لا 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 منتخب السنغال يتقدم ولكن علينا انتظار 77 وانتظار حكم المباراه. شوف الاعاده اللقطه دي هجت في ايده قبل ما يسدد. كره من باليه تفاجئ محمد الشناوي ويبقى الهدف الاول للمنتخب السنغالي امام انتظار القرن. هو بيقول يا صوتني يا عبد لكن هنشوف هننتظر امامنا المنتخب المصري. بص تعال ما دي اول جول ليه اوفسايد 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 يا اسطى اوفسايد اوفسايد ده اوفسايد. شوف الفار وشوف الاعاده وشوف حالات كتيره. رنا عطيه عدى من جنبه عادي خالص. ايده لا يا اسطى ايده ثابته. لا لو ايده ثابته وجت لا. في ايده ده تتحسب لو ثابته. القرار ايه؟ كان فيها تسلل على جاكسون في البدايه. كان فيها لا مش ايده. الكوره جت في ايده ولا جت في قلبه زي ما قال ويخطفها على عيبها امام ايه ده؟ بس هي لما تتقفل هو هيشوط من بره. في الدقيقه 78 امام اوروبا دي يسدد وايضا يدخل في اللقاء اسماعيل اسرار امامنا يدخل. يا رب باذن الله يا رب. السنغال بيجري تبديلات يعني احساسي كده كان جاي لكن طبعا الفار موجود والحكام ولكن 5 دقايق بس النهارده يعني 5 دقايق بس. يا جدع ده الشوط الاول اللي وقف ما وقفش حسب 4 دقايق. لحظات اخيره واللحظات الصعبه هي اللي بتخلق دايما المواقف وتظهر الرجال في هذه المواقف. ادي فيزو يلعب الكره العاليه فين يا جدعان اللي تاخد سكند جول؟ موضوع على طول المره دي المنتخب السنغالي دقيقتين وقت من الضائع حاول هجوميه انطلاقه من جانب المدينه. اضغط يعني تشيز للدار اكيد مش هيضيع الكره احتفظ بالكره يرجع الى جانب سايد. يلعبها الى اللاعب المتقدم بديل ولكن تطلع الى خارج الملعب الى تاكس. ايه يلعب في الدقيقه نعم. له تبديل اخر. ايه الهبل ده؟ والله العظيم انت يركب زيزو تمرير التحرك الدقيقه الخامسه بوقت الرابع. الدقيقه الخامسه بوقت الرابع. بخساره المنتخب المصري لمباراه النهائي امام المنتخب السنغالي بيواصل التقدم ولكن ما دام يقدر يحاول الوقوف مره اخرى ومن جديد سيعود للمنتخب المصري بالانتصار الحقيقي. مشاهدي ومتابعينا لا تخزي اللاعبين الحقيقه لان ما كتب من هؤلاء اللاعبين كان مدى مميز صحيح لما بيجيب النصر يعني لا تغيب عن تشجيع وصوت المنتخب المصري تطبيل وتدليس عشان خاطر يطلع ان احنا ما نهاجمش وما نعملش. اللعيبه ما لعبتش، اللعيبه ما عملتش اي حاجه خالص عشان يقول لك ده مشرف ولا مش مشرف. انت رايح بطوله، انت منتخب مصر مش منتخب زي السودان رايح تقول لي انا وصلت لنص النهائي وطلعت فانا كده تمام. انت واعي انت مين؟ انت واعي انت واخد كام بطل؟ كام بطوله اصلا؟ فده هبل، ده هبل عشان خاطر نطبل والترمخه على الهبل والعته اللي احنا فيه. ينتهي اللقاء بتقدم قرف قرف.